الراجل ده بقاله 3 سنين ما كلش لحمة. شاف غزالة لما جاب بندقيته واستعدلها، وأول ما وجه البندقية ناحيتها يا إلهي فجأة ظهر أسد كبير وأسد صغير علشان ياكلوا الغزالة. لما شافهم جعانين مرضيش يضربهم ونزل البندقية. في الوقت ده بص في ساعته وبص وراه، لقى الشمس طلعت، ساب المكان ومشي. ليه بقاله 3 سنين ما كلش لحمة؟ وليه خاف من ضوء الشمس؟ من 3 سنين بسبب انتشار فيروس اتحول العالم كله لمكان فاضي. هو الوحيد اللي نجي من الفيروس وعاش وحيد، لكن لازم يعيش بقوانين. أول ما يصحى من النوم بيعمل تمارين، وبيدور مع الكلب بتاعه على الأكل في كل مكان. بعدها بيروح يعمل بث مباشر يمكن من خلاله حد يكون عايش ويسمعه. ولما بيكون فاضي بيروح يقف على جناح الطيارة دي ويلعب جولف. وفجأة شاف غزالة تاني، جري الكلب بتاعه وراها. يا إلهي، فضل يصرخ روبرت لأنه عارف إن ده مكان اختباء شياطين الليل، ومن أجل صديقه الوحيد دخل وسط الخطر. المكان كان ضلمة جدا، وكان بيدور على كلبه. شاف الخوف في عين الكلب، بص يشوفه، شاف ايه؟ يا إلهي، خرج شبح ظلام وهجم عليه. خد روبرت الكلب وجري، لكن وقتها كسروا الإزاز وهجم عليه شبح بوحشية ووقعه على الأرض، لكن الشمس موتته. نجي روبرت منه. بعد ما عرف مكانهم مسك روبرت واحد منهم يعمل عليه أبحاث. عمل لهم فخ وحط لهم كيس دم وانتظر الفريسة. بعد شوية اتحركت الآلة ووقع لوح على العربية. اتمسك شبح الليل جوه قماشة سودة، لكن المشهد كان غريب. شافوا شبح تاني وصرخ جامد. هل ممكن يكون عنده مشاعر؟ لما رجع روبرت البيت ابتدى يشوف الفريسة كانت أنثى. اتمنى ان تجربته دي تنجح ويقدر يحولها لشخص طبيعي، وهو